يلا بقى يا أنيسة، لحسن هنتأخروا على عيني. اللي تشوفيه يا اختي يلا. لا الله، واحنا لحقنا نقعدوا؟ يعني مش عارف ليه عديلة كل ما تلاقي القعدة حلوت تسوق في الرزالة وتعاملة وتنكد علينا. يعني نسيبوا العيال ينفلقوا. يلا بقى، لا الليل يليل علينا. هات المنديل. منديل؟ ده أنا ما صدقت أخدته. اتفضل يا قمر. ان شاء الله دايما يا سي محمد. هات بقى، اديني المنديل بتاعي. هو في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ وهو ده برضه ذوق؟ ما تخليك انت في اللي معاكي. جرايه بتمد ايدك عليا ليه؟ خضتني يا اخوي. الله، في ايه بس يا جماعه؟ قول لصاحبك يديني المنديل بتاعي، خده مني غصب عني. اديها المنديل بتاعها يا عم. لا معلش، أنا عايز نخليه معايا. ما بلاش منهدة ووجع قلب وتديني المنديل بقى. ايوه عليك يا جدع، اديها المنديل خلينا نخلص. ايوه، هو أنا كنت هناخد المنديل بصحيح. أنا كنت بنهزره معاكي، كنت خايف لو كنت سحبتيلي على المنديل، فقلت ناخده عشان لو طلع عليه عمل يفكوه. واني هنعمل لك عمل ليه؟ هو اني وحشة؟ طب ده اني ألف راجل يتمنى نبصله. هات بقى المنديل بلاش مسخرة. ادي المنديل اللي انت عاملة عليه الهوسة دي كلها، وعليه ها ولا ها ولا ها على اقل من 100. هاتي ايدك يا عديل. تعالي يا اخي. خد يا اسطى، ما تتأخروش علينا. نسوق بيهم واحده واحده، واحده واحده. مع الف سلامه، مع الف سلامه. عاملة مقموصة بنت اللئيمة، بس قوي. يا اخي مش هتبطل الخصله المنيله اللي فيك دي. اي واحده تعرفها كده لازم تلهف منها حاجه. الله، امال الواحد يفتكرها بايه؟ ما هو لازم ناخدوا حاجه من ريحتها عشان بعد كده نرصصوا الحاجات جنب بعضيهم ونقعدوا نبص عليهم ونقولوا انا عرفت نسوان قد الحاجات دي، وهي دي الرزاله اللي على حق. يا جمال يا اخويا، بس الحاجات دي تكون بالرضا باللطافه، مش بالنصب لا مؤاخذه. امال بنت اللئيمه عامله نفسها بتحبني. يا اخي النسوان دول صحيح يحب ياخدوا وما يدوش، طماعين ورزله، بس انا اموت في الرزاله الحريمي، ولا ايه؟ ها؟ يا الله سبحان الله. يا الله، وانت لا هوسه اللي عملتيها واحنا نازلين دي، فضحتينا. وكل ده على ايه؟ حته منديل. امال كنت عايزه ان احنا نسيبهوله؟ الراجل يا اختي كان عايزه منك تذكار. هاني بقى ما بنخافوش غير من الحاجات دي. وايه يا اختي اللي يخوف في الحاجات دي؟ هياخد المنديل وبعد كده يروح يقعد مع اصحابه يعمل فيها نسوانجي ويقولوا ان هو كان مصاحبني وبأمارة ايه؟ بأمارة المنديل. وبعد كده بقى محدش يضمن ايه اللي يحصل. يعني ايه يا اختي اللي هيحصل؟ مش يمكن حد من اصحابه دول يكون يعرف حد من اخواتي، ولا حتى يقول لحد تاني والتاني ده يقول للتاني لحد ما الكلام يوصل. صح يا بنت، اتبيكي ناصحه وواعيه، واني اللي كنت فاكراكي خامه. عندك حق، اليوم امنه للرجال هي مامنه للميه في الغربان. قطيعه قطيعه تقطعهم كلهم. خلاص يا عم، ما عادوش يهوبوا تاني النواحي دي. اهو جه كحل عين العيان عماها. انت عملت ايه يا جدع؟ انت مش زعلان ومتضايق من دخول وخروج محمد خفاجي؟ انا عملت كده. يا نهارك اسود يا عرابي، انت قفلت باب الرزق اللي معيشنا وفتحت باب رزق تاني. يلا بقى خلينا نشتغل الشغل اللي على اصوله. يا جدع يا جدع، ما احنا مرتاحين من الخان، الا دي حاجه تخنق. انت مش شايف ان الراحه طولت؟ خلينا نرجعوا نشتغلوا بقى، الايد البطاله نكسه. قول لي بس يا عرابي، قطعت عيشنا ازاي اللي انا نفسي طابق عليا من ساعه ما قلت كده؟ قول له يا اخويا، قول له احسن راح يموت، ما ده القرش ابوه. ابدا، زنيت على دماغ عبد الرازق ومليت ودانه من ناحيه الحرمه. يا اخي قول كده، سيبت ركبي. انا قلت ده احنا هنشحاته جنب سيدي عماد.
خصوصا ان الرجل خفت عن المطرح بسبب سي محمد خفاجه ده. لا وانت السادة يا اخويا، بسبب مراتك اللي عايزه تعمل مقام للمطرح وما تدخلش فيه غير اللي زي محمد خفاجه. قطع وقطعت سيرته. تصدق يا سي محمد؟ هتصدق ان شاء الله. احنا مش قوي، شكلنا مش حلو. هو احنا كل مرة هنقابلوا الحرمتين دول ونقعدوا معاهم ونأكلوهم ونشربوهم وكلمتين وها يفوتونا ويمشوا؟ لا ده احنا نبقوا رجالة ها قوي، ولا ها؟ يا جدع افهم، دول مش زي النسوان اللي انت تعرفهم يا عبده. ده انت على نياتك يا سي محمد. امال هم بيعرفونا ليه؟ ما يمكن راسمين على جواز. راسمين على جواز؟ واللي راسمين على جواز يخرجوا مع اتنين رجاله ما يعرفوهمش ويروحوا يقعدوا معاهم في بيت اصحابه فاتحينه غرزه؟ ما تفوق امال يا جدع. ما هو بصراحه بقى اني نخاف نقرصوا عليهم ونضايقهم. امال احنا رايحين نستفيدوا ايه من العباره دي؟ ايه اقولك نجس ميتهم، ولا اقول لك نوصي ريه؟ تبقى وقعت برجلك في الريه، قصدي في الخيه. ما هي ريه هي الخيه، ريه تفضل تبيع وتشتري فيك. دي حرمه ما تعرفش في الدنيا دي غير مصلحتها وبس. دي مره تتحزم بالحنش حي وتتعصب بالعقارب، حتى انها تقول لك استنى يا سي محمد، اتقل عليهم يا سي محمد لحد ما تمص دمك ودم اهلك وتحلبك زي الجاموسه. طول عامل. أني هنميروا دماغ الحرمة أنيسة ونخليها توافق، وبعد كده تشد صاحبتها معاها. بعد ما ناخدوا قعدتنا في بيت الصابونجية عند سكينة نسحبوهم ونكملوا القعدة صباحي في لوكاندا جواني. يا جدع أني نخاف يقفشوا مننا وما يرضوش يقابلونا تاني. مالكش دعوة انت، سيب لي الموضوع ده يا سي محمد، وأني هخليك تشوف الها كله. ها هتشاركني ولا نشتغل لوحدي يا نص؟ وناوية تفتحيها ايه؟ غرزة ولا خمارة؟ الاتنين. قلت ايه؟ ايوه بس هيقولوا علينا ايه؟ بنخطف زباينهم ودي ناس وشها مكشوف. ما هو حرام كل زبون يجي سكينة توزعه والزباين رايحة جاية مش لاقية لها مطرح. يا ولية ما تعمل لناش مشاكل، خليهم هم في حالهم واحنا في حالنا. انت ما سمعتيش البغل من كام يوم هو بيقول لو مسكت خشبة هجر الحارة دي كلها قدامي؟ انهي بغل فيهم؟ ما هم كلهم بالنسبة لك بغالية يا راجل يا نص. اتمهزقي بيا، اتمهزقي بيا واتريقي عليا. هتشاركني ولا مش هتشاركني يا نص؟ بقول لك ايه، انا مش هشاركك. بلاش اللزقه الانجليزي دي اللي انت لازقها لي، انا ما بشاركش حريم. واني ما بنشاركش نصاص، وخمرتي رايحه نجيبوها من شارع الفحام. يا راجل يا نق سيبها بتضربيني في السوق.
انت ايه اللي عملتيه ده يا بنت؟ بقى بعد ما تجرسي الوليه في اوضتها تجرجريها من شعرها في الحاره وتفرجي عليها الخلق؟ ماني لو كنت نطن تفنوها هنا اهو تحت رجليا كنت نعمله كده. دي وليه رقيمه وبنت صارمه. ما خلاص بقى بكفاك اللي عملتيه فيها. داني خيري عليها بنت المعفنه. بالك انتي الخلخال اللي في رجليها ده انا اللي مديهولها هديه بايديا، دول اللي عاوزين قطعوهم. خلخال يا بنت؟ منين الخلخال ده؟ الخلخال بتاع الوليه الخضرا ماني خدته. الله يخرب بيتك اكتر ما هو خروب، الله يخرب بيتك. ليه يا بنت؟ انت هبله يا سكينه؟ انت هبله يا بنت؟ يخرب بيتك ليه بتعملي الصدى يا سكينه؟ فكرك هتعمل بيه حاجه؟ عملك اسود وتناكي واحله هتعمل بعد ما جرستيها وفضحتيها هتسكت؟ اهو ان ما خدتك من ايدك كده لو انت وبلغت عننا في الكراكون